تقريبا هم دول محور اليوم. كلنا عندنا مشاكل بشكل يومي، مشاكل في حياتنا، في يومنا، في شغلنا، في بيتنا، في كل حاجه. المشاكل هي جزء من الحياه، والحياه كلها ابس اند داونز، وكلنا مقتنعين بده. بس في 3 حاجات كده لازم احطهم في دماغي طول الوقت، ودول زي ما تقول كده هم دول اللي بيغيروا طريقه تفكيرك او طريقه نظرتك لاي حاجه. اول حاجه، في ايه كده بتقول الشيطان يعدكم الفقر. لما بتيجي تتامل في الايه دي بتلاقي ان هو الشيطان يعني بيتوعدني بالفقر ازاي؟ هل الشيطان مثلا هيجي يشد الفلوس من جيبي؟ اكيد لا. بس الشيطان لما هيعمل كده هيصدر لك طاقه سلبيه، فتبقى متضايق، فما تنتجش، فما تشتغلش، فما يبقاش دخلك احسن حاجه، مش هتسعى. الكلام ده كله، السعي جزء من الرحله، زي ربنا برضو قال وان ليس الانسان الا ما سعى. يعني هي السعي ده دورك، والرزق ده بتاع ربنا، وربنا حقه، يعني حق عليه لينا ان طالما انت بتسعى ربنا هيرزقك دايما الاصلح ليك، هيرزقك دايما الاحسن ليك. هتفضل طول الوقت انت بتسعى، وطول الوقت بركة ربنا وكرم ربنا عليك هو هيبقى معاك. نرجع لاول حاجة تاني، ان الشيطان يعدكم الفقر. في بقى حاجة تانية مهمة قوي، ايه هي؟ ان ربنا قال انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. عشان كده طول الوقت الواحد لازم يبقى عنده يقين ان هو يشتغل، وربنا كريم، ربنا هيرزق. اعمل بس اللي عليك، هات اخرك في الحاجه اللي انت فيها، طلع اقصى ما عندك، وكل حاجه بايد ربنا. النتائج بايد ربنا، بكره بايد ربنا، النهارده بايد ربنا. يعني هي مش في ايد حد، مش في ايد بني ادم، ومش في ايد انسان، ولا في اي حاجه في ايد مخلوق. والله كلها في ايد ربنا. كله بيسعى، وكلنا يعني بنمشي في الدنيا كده، بنشغل نفسنا وبنتشغل في الدنيا وبنسعى وبنجتهد، بس النتيجه في الاخر هي النتيجه في ايد ربنا. يعني ربنا حط لك المعادله بسيطه خالص. طول الوقت خلي عندك يقين ان ربنا هيكرمك. طول الوقت خلي عندك يقين بربنا، ان ربنا بيفتح لك طول الوقت ابواب الرزق. ربنا دايما بيرزقك بافضل حاجه ليك. وطول الوقت حاول انك تطور من نفسك، ويبقى عندك طموح وتسعى والكلام ده كله. ده على فكره ما ينفيش، ده محور كل يوم في حياتك. هم ال3 ايات دول. ما تحاولش تدي فرصه لحد انه يديلك طاقه سلبيه، او يسمعك حاجات سلبيه طول الوقت، في اخبار سيئه طول الوقت، فانت طول الوقت تبقى متضايق، مش قادر تشتغل بنفس، طاقتك وحشه، مفيش باور اصلا انك تشتغل، مفيش شغف لحاجه، مفيش اكشن، مفيش انجاز، فسعيك يبقى قليل، فرزقك يبقى قليل. وهنا الشيطان ممكن هو اللي يتحكم فيك. وملخص القصه دي ان طول الوقت، يعني انت طول الوقت بتقابل ناس بيبقى عندك مشكله، بتحاول تفهمه دايما الاصح، الاحسن، الكلام ده كله. برضو في حل للمعادله، ليس عليك هداهم. حل جميل، ليس عليك هداهم. انت في حاجه صح من وجهه نظرك، اقترح. ما خلاص، يعني انت دورك انك تقترح. انت ربنا رزقك بالحته دي، اقترحها. اكتر من كده مش دورك، مش دورك خالص، ولا انت محور تغير الكون، ولا الكلام ده كله. حسيت ان الملخص ده هو بتاع اليوم، اللي هم 4 حاجات هقولهم تاني بسرعه. الشيطان يعدكم الفقر، وان ليس الانسان الا ما سعى، انا عند ظن عبدي بي، ليس عليك هداهم. لو ال4 حاجات دول في يومك طول الوقت في حياتك، او انت مع الناس اصلا، هتعدي سهله شويه، هتعدي اسهل من غيرهم. يعني هتعدي اسهل من انها تعدي من غير ما يبقى دول في دماغك. بس ويومكم حلو.